يا جماعه اعملوا عليهم دراسه، اعملوا عليهم دراسه والله. شوفوا لنا ايه الموضوع، فهمونا نتعامل مع الناس دي ازاي. بقالي اسبوع بتابع الصحف عندهم في القهوه الاقليميه الشمال افريقيه، تلقى ايه؟ الشمع والمغرب ينهار بسبب قطع الغاز، مش عارف ايه، وفرحانين قوي، انتصار عظيم. مع ان ده يضرهم، ده المغرب مش خسران قد ما هم خسرانين، ده مصيبه سودة على دماغهم. اللي عملوه ده عملوه معانا بالمناسبه 2010، قطعوا علينا الغاز ومن يوم ما بنستوردش منهم غاز تاني. الغاز البوطه كنا بنستورد غاز البوطه منهم قبل 2010، قبل قصه ام درمان. لما حصل ده قطعوه عننا. تخيلوا، دخلوا دي في دي في دي، دخلوا طوخ في مليج، هم كده. من يومها ما بستوردناهوش منهم تاني، ولقينا بدايل وعادي والدنيا ماشيه بيس. لان الغاز اللي عندنا اللي بيطلع من مصر ده غاز مسال زي اللي هم بيصدروه لاوروبا، مش غاز البوطه. لان الغاز اللي عندنا اللي بيطلع من مصر ده غاز مسال زي اللي هم بيصدروه لاوروبا، مش غاز البوطه. يا خرا شنو هذا؟ خلال السنوات الأخيرة زاد الطلب العالمي على الغاز المسال بشكل كبير، فما السبب يا ترى؟ بداية دعونا نتعرف عليه من اسمه. هو غاز طبيعي تم تحويله إلى سائل. عملية التحويل معقدة جدا، ببساطة هذه أهم مراحلها. أولا يتم استخراج الغاز الطبيعي من الأرض ليحول إلى محطة المعالجة. هنا تأتي مرحلة تنقية الغاز من المواد غير اللازمة مثل الماء والزيوت النفطية وكذلك ثاني أكسيد الكربون. يعقب ذلك مرحلة التبريد، حيث يحول إلى سائل عند 162 درجة مئوية تحت الصفر. أخيرا يأتي التبخير ليصبح الغاز سائلا ويضخ إلى خزانات تبريد ذات عزل حراري. استغل الغاز المسال اقتصاديا لأول مرة عام 1961 وبدأ التوسع منذ ذلك الحين. الغاز الطبيعي ينقل عبر الأنابيب بين الدول المجاورة، لكن نقله إلى مناطق بعيدة أمر صعب للغاية. هنا تأتي أهمية الغاز المسال الذي يمكن نقله مثلا من الخليج إلى أقصى شرق آسيا بسهولة. لماذا لا ينقل الغاز في الناقلات في حالته الغازية؟ ببساطة لأن حجم الغاز المسال أصغر ب600 مرة من حجمه في حالته الغازية، لكن عند وصوله إلى البلد المستورد يتم تحويله من جديد إلى حالته الغازية. استخدام الغاز المسال في التوسع نظرا لميزة الاحتراق النظيف وكذلك كفاءته العالية في تشغيل محطات الكهرباء. لان الغاز اللي عندنا اللي بيطلع من مصر ده غاز مسال زي اللي هم بيصدروه لاوروبا، مش غاز البوطه.